السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس ثانوي حبايب قلبي، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث ثانوي حبايب قلبي، صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما تشوف الفيديو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في محاضرة 2 من مراجعة الصف الأول الثاني الثانوي والكورس التأسيسي بتاعنا. لو انت ما اتفرجتش على محاضرة 1 انصحك قبل ما تتفرج على المحاضرة دي ارجع اتفرج على محاضرة 1 تاني، لان الموضوع متراكم على بعضه. جهز نفسك، سمي الله واستعين بالله. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا عايزين نتناقش فيه في محاضرة 2. يا رب تكون مركز ويلا نبدأ بسم الله. النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع اسمه bestimmte Artikel. يعني ايه bestimmte Artikel؟ bestimmte Artikel يعني أداة التعريف. طيب يعني ايه كلمة أداة تعريف؟ انت بالانجلش بتقول كلمة اسمها ذا، وكلمة ذا بتقول ان هي بالعربي معناها ايه؟ معناها ال. اما اجي اقول ذا بوك الكتاب، اما اجي اقول ذا تيتشر المعلم، صح كده؟ يبقى كلمة ذا أداة للتعريف بعرف بيها الاسم او بحط للاسم الف وايه ولام. طيب احنا بنسمي اداه التعريف دي بالالماني دي bestimmte Artikel، ادوات الايه التعريف. طيب مين هم ادوات التعريف عندنا؟ هنقسم الاسم في اللغه الالمانيه نوعين. النوع الاولاني هنسميه اس جي. اس جي يقصد بيها زينجولار ناما. يعني ايه زينجولار؟ يعني اسم مفرد. طيب والنوع الثاني هنسميه بي ال. بي ال يقصد بيه بلورال ناما اللي هي اسماء الجمع. يبقى إذا الأسماء في اللغة الألمانية زي اللغة العربية أهو نقدر نقسمها أسامي مفرد أو أسامي يا رجالة جمع. طيب إحنا عندنا في اللغة العربية بنقسم الاسم مفرد مذكر ومفرد مؤنث. إحنا كمان في الألماني بنقسم الاسم مفرد مذكر ونديله الأداة دير، ونقسم الاسم مفرد مؤنث ونديله الأداة دي. لكن عندنا نوع ثالث موجود في الألماني بس ولا نعلم إزاي اتنشأ، اسمه داس. داس ده اللي هو المحايد. يبقى الاسم المفرد بيتقسم 3 انواع: مفرد مذكر ماسكولين ناما، مفرد محايد نيوترال ناما، مفرد مؤنث فيمينين ناما. يعني مذكر ومحايد ومؤنث. دير داس دي. طبعا احنا عرفنا ان دير للايه للمذكر، وداس للمحايد، ودي للمؤنث، ودي للجمع. يبقى اي كلمه جمع تحمل الاداه ايه دي. يبقى انا عندي 2 دي عشان تفرق، في دي للمفرد المؤنث وفي دي للجمع لكل الكلمات الجمع. يعني ايه لكل كلمات الجمع؟ يعني لو الكلمه كانت في المفرد اداتها دير، في الجمع اداتها دي. لو الكلمه كانت في المفرد اداتها داس، في الجمع اداتها دي. لو الكلمه في المفرد كانت مؤنث واداتها دي، في الجمع برضو اداتها دي. يبقى إذن أي كلمة مفرد تتقسم كم نوع؟ 3: دير داس دي. أي كلمة جمع نوع واحد وهو دي للجمع. طيب الأدوات دي مذكر ومؤنث ومحايد، هل بنعرفها من خلال المعاني بالعربي؟ يعني أنا مثلا هاجي أقول إيه؟ ترابيزة، ترابيزة تبقى مؤنث. هقول لك لا غلط، الترابيزة بالألماني اسمها دير تش. دير تش. يبقى معنى كده إن الترابيزة دي كلمة مذكرة. طيب هاجي اقول مثلا فتاه، فتاه تبقى مؤنث. هقول لك لا، الفتاه بالالماني اسمها داس ميتشن. داس ميتشن. يبقى الفتاه داس ايه ميتشن. يبقى معنى كده ان الفتاه دي كلمه محايد مالهاش علاقه بالعربي. طيب هل مثلا لما اجي اقول بنطلون، او اجي اقول مثلا بلوزه، او اجي اقول مثلا كرسي، هشوف بقى الكلمه مؤنث فتبقى مؤنث برضو ملوش علاقه بالموضوع بالعربي. يبقى اول قاعده للتذكير والتانيث اني ماليش علاقه بالعربي. ما بقيس ان الكلمه مذكر في العربي فتبقى مذكر في الالماني، مؤنث في العربي فتبقى مؤنث في الالماني، غير عاقل في العربي فتبقى محايد. الموضوع ملوش علاقه غير بحفظك للكلمات بالارتكل بتاعتها. احنا عارفين لما بنيجي نحفظ كلمات بنلاقي الكلمات متقسمه في جدول، والجدول ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه دير او ايه او داس او ايه او دي. فالجدول ده بيعرفك ان الكلمه اللي هنا اداتها دير، والكلمه اللي هنا اداتها داس، والكلمه اللي هنا اداتها دي. ماليش علاقه بقى ان هي كانت مذكر ولا مؤنث في اللغه العربيه. يعني ما تقارنش ده بده عشان نبقى متفقين، ودي بدايه هنتاسس عليها وهنكمل بناء عليها. تمام يا شباب؟ طيب الادوات دي انا دلوقتي افرق ازاي بين اداه المفرد وبين اداه الجمع؟ تعالى كده مع بعض نسمي الله ونمسك الملزمه بتاعتنا ونشوف الفرق ما بين الكلمه المفرد والكلمه الجمع بيتم ازاي. طيب
واحدة واحدة بقى معايا، ركز كده. أول حاجة هنستخدمها هي أشكال الجمع. إيه هي أشكال وطرق جمع الكلمة، وبعرف منين إزاي الكلمة بتتجمع؟ أول حاجة عشان تعرف إن الكلمة بتتجمع إزاي، بص أنا كاتب لك إيه، هناك طرق عديدة لتكوين الجمع، وبيكون كل كلمة بعدها مكتوب شكل الجمع كالآتي. يعني إيه كل كلمة مكتوب بعدها شكل الجمع؟ تعال نبدأ كده. أول حاجة أنا مثلا جيت أحفظ في البيت كلمة مدرس. تعال بس نستخدم القلم. طيب كلمة مدرس اسمه بالألماني دير ليغا. طيب دير ليغا اللي هي مدرس دي، جيت أحفظها لقيت جنبيها دير، أدي الأداة بتاعتها، معناها كده إنها كلمة مفرد ومذكر. تاني حاجة لقيت قدامها شرطة. الشرطة دي بتفيدني في إيه؟ تعال نقرأ الكلمة اللي تحتها كده. بص أهو، دير شولر. يعني إيه دير شولر؟ يعني طالب. أفهم إيه من الشرطة دي؟ الشرطة دي بيقول لك هنا الجمع بدون تغيير. يعني إيه الجمع بدون تغيير؟ يعني الكلمة في المفرد هي الكلمة في الجمع. طيب ممكن نشوف المثال الأولاني أهو، دير ليرر دي ليغا. إيه الفرق بين دير ليغا ودي ليغا؟ الاتنين كلمة واحدة بس الأداة اختلفت ازاي؟ دي بتدل ان الاسم نوعه مفرد مذكر، انما دي بتدل ان الاسم ما بقاش مفرد اصلا، بقى جمع. طب هل تم تغيير شكل الكلمة؟ هقول لك لا. طب لا ليه؟ لان الكلمة هنا مفردها شبه ايه؟ جمعها. يبقى اول حاجة نعرف ان الكلمات اللي مفردها شبه جمعها هي الكلمات اللي بتنتهي ب AR. زي ايه؟ زي دست سيمر حجرة، دي تسيمر حجرات. دير شولر طالب، دي شولر طلاب. دير كمبيوتر، دي كمبيوتر. دير بلوفر، دي بلوفر. يبقى اي كلمه اخرها اي ار تاكد ان المفرد بتاعها هو الجمع بتاعها، مع اختلاف الاداه طبعا. طيب تعالى على النوع الثاني من اللي مفرده شبه جمعه. داس ميتشن، داس بروتشن. داس ميتشن يعني فتاه، داس بروتشن يعني خبز، رغيف العيش اسمه بروتشن. طيب الكلمات دي لو خدت بالك انتهت بمقطع اسمه تشن. ايه اللي بيحصل لما الكلمه تنتهي بمقطع تشن؟ مفردها بيبقى شبه جمعها. يعني انا لو عايز اقول فتاه واحده تبقى داس ميتشن. طب الفتيات كلهم دي ميتشن. طب رغيف عيش اقول داس بروتشن. طب الارغفه كلها اقول دي بروتشن. يبقى اول اسلوب لجمع الكلمات اللغه الالمانيه هو الشرطه. والشرطه دي بتدل على ايه؟ بتدل ان الكلمه في المفرد هي كلمه في الجمع مع اختلاف الاداه. وده بيحصل في حالتين، اخرها اي ار اخرها تشن، اخرها اي ار او اخرها تشن. النوع الثاني يا شباب هو جمع باضافه حرف الاملاوت. وحرف الاملاوت هما النقطتين اللي بيتحطوا على الاه والاو والاو. او. يبقى اذا عشان استخدم جمع الاملاوت لازم الكلمه اصلا يكون فيها ايه؟ او او. طيب تعال نشوف مثلا اول كلمه دير فاتر. يعني ايه دير فاتر؟ افتكر كده كلمات اولى ثانوي. دير فاتر يعني ايه؟ الاب. طب عايز اخليها اباء، بقت ايه؟ بقت دي فيتر. خلي بالك من فرق النطق. دير فاتر دي فيتر، دير فاتر دي فيتر، في فاتر فيتر. طيب تعال نقرا الكلمه الثانيه دير منتل. منتل يعني بالطو. هتاخد السنه دي في ثالثه ثانوي الملابس كلها. من الملابس كلمه دير منتل، البلطو او المعطف. طب عايز اجمعه هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه دي مينتل. دي مينتل يعني بدل ما كان دير منتل بلطو بقى دي مينتل بلاطي. اسمه بلاطي؟ اسمه بلاطي. جمع بلطو ايه؟ بلاطي. يبقى دير منتل دي منتل. طيب الكلمة الثالثة دي تختر. دي تختر يعني الابنة. طب تيجي نجمعها هتبقى دي تشتر. دي تشتر، دي تختر دي تشتر. ايه الفرق؟ هقول لك ان الفرق هنا ان الكلمة اتحولت من مؤنث بقت جمع. ازاي؟ اتحولت من الاداة دي للمؤنث، دي تختر ابنة، بقت دي تشتر البنات. طيب رابع كلمة معانا دير ابفل تفاحة، دي ابفل تفاح. يبقى حولتها من دير ابفل دي ابفل، من مفرد بقت ايه؟ جمع. يبقى تاني طريقة للجمع هو الجمع بإضافة الأملاوت. طيب تعالى على النوع الثالث. ايه هو النوع الثالث؟ قال لي بإضافة الأملاوت وحرف الإيه. يبقى هنجمع هنا بإيه؟ بالأملاوت والإيه. أملاوت وإيه. تعال نشوف.
اول كلمه der Traum حلم، كلنا عندنا احلام. der Traum حلم. طيب انا عايز اقول بدل حلم احلام، اول حاجه تتغير من دير هتبقى ايه طبعا؟ دي. برافو. ليه؟ لان الكلمه اتحولت من مفرد بقت جمع، وبدل ما كان اسمها تراوم انطقها معايا هتبقى ترايم. ترايم der Traum دي ترايم. تراوم ترايم اتحولت من مفرد بقت ايه؟ جمع، باضافه حرف الاملاوت وحرف الايه. طيب تعال نكمل تاني في امثله. دي شتات مدينه. طيب عايز اخلي المدينه تبقى مدن، قال لي ايه؟ قال لي حط املاوت وايه؟ هتبقى شتت. شتت دي شتات دي شتت. اجي اقول ايه؟ اقول اليكس اسكندريه ist eine Stadt. اسكندريه هي مدينه. aber كايرو und أليكس sind Städte. بس القاهره واسكندريه مدن. شتات شتت. ثالث كلمة دير زون. دير زون يعني الابن. دير زون الابن، عايز اخليه ابناء، حطيت املاوت وايه بقى اسمه زون. دير زون دي زون. دير زون دي زون تحولت من مفرد بقت يا شباب جمع. يبقى اذا ثالث طريقة املاوت وايه. يبقى اول طريقة شرطة مفرد شبه جمع، ثاني طريقة املاوت، ثالث طريقة املاوت وايه. رابع طريقة قال لي ممكن تجمع الكلمة بالأملاوت والإي إر، مش الإي بس، أملاوت وإي إر. طيب تعال نشوف أول كلمة داس بوخ. طبعا عارفين يعني إيه بوخ؟ بوخ يعني كتاب. طب عايز أخلي داس بوخ الكتاب الواحد يبقى كتب، هقول دي أولا عشان أحوله من مفرد يبقى جمع، وبدل ما اسمه بوخ بقى اسمه بيشر. بوخ بيشر حطيت له أملاوت إي إر. بوخ خ بيشر شين. بوخ بيشر كتاب كتب. طيب هاوس داس هاوس يعني المنزل. طب المنازل دي هويزر. دي هويزر حطيت له املاوت على الآ بقى هويزر، يعني بدل منزل منازل. طيب داس لاند. لاند يعني دولة أو أرض أو مدينة. طب عايز أحول الدولة خليها دول، الأرض خليها أراضي، يبقى بدل داس لاند دي ليندر. داس لاند دي ليندر. دلوقتي يا شباب أول 4 طرق زي ما اتفقنا، جمع من خلال الأملاوت أو جمع من خلال الشرطة، جمع بالأملاوت والإيه، جمع بالأملاوت والإي آر، جمع بالإيه. تعالى بقى نبدأ من أول هنا نشوف الجمع بالإيه. يعني ايه جمع بالايه؟ يعني كل اللي اعمله اضيف للكلمه حرف الايه تتحول من مفرد تبقى جمع. خلاص كده مفيش املاوت تاني. يبقى كده الاملاوت كام طريقه عشان ما تلخبطش؟ املاوت، املاوت وايه، املاوت اي ار. خلاص مفيش املاوت شيله، يبقى في ايه وفي اي ار. ايه اي ار. طيب تعال نشوف ازاي نجمع بالايه وازاي نجمع بالاي ار وايه الكلمات اللي عندنا مثال عليها. نبدا بحرف الايه اهو. اول كلمه هنا معايا دير تش. دير تش. تش يعني منضده او ترابيزه. دير تش. طب عايز اخليها الترابيزه تبقى ترابيزات اهي، هقول دي تش. دي تش حطيت حرف الايه. طيب الكراسه اسمها داس هيفت. داس هيفت الدفتر او الكراسه داس هيفت. طب الدفاتر دي هيفت. دي هيفت. شفت انت سلمت تقارير النهارده، هي زيها كده هيفت تقارير. هيفت جمع كلمة هفت كراسة أو دفتر هفت. طيب دير فرويند. فرويند فرويند ماين فرويند صديقي. طب أصدقاء دي فرويند. دي فرويند يبقى هنا جمعت بحرف الإيه. طيب دير كورس. كورس كورس اللي هو الكورس اللي أنت بتاخده، هيبقى دي كورس، يبقى بدل مفرد بقى جمع. يبقى إذا رابع طريقة حرف الإيه بس مفيش أملاوت. طيب باضافه الاي ار، ومن اشهرهم الكلمه اللي كنت بتحفظها في اولى ثانوي الطفل. اسمه ايه الطفل بالالماني؟ هتقول لي داس كيند. طب امال ايه كيندر دي؟ هقول لك اتضاف لكلمه كيند اي ار فتحولت من داس كيند مفرد محايد بقت دي كيندر يعني كلمه جمع. داس كيند طفل، دي كيندر اطفال. داس بيلد صوره، دي بيلدر صور او لوح، لوحات. يعني اللوحة الواحدة اسمها داس بيلد، اللوحات دي بيلدر. داس كيند دي كيندر. هنا جمعنا بإضافة الاي ار. طيب الطريقة الثالثة للجمع
ان احنا ممكن نجمع الكلمة، او الطريقة السابعة اسف، ان احنا ممكن نجمع الكلمة باضافة حرف الان، باضافة حرف الان. طب امتى بجمع الكلمة باضافة حرف الان؟ بتجمع الكلمة باضافة حرف الان اذا انتهت الكلمة بالمقطع او بالحرف الايه. يعني بالبلدي كده، لو الكلمة اخرها ايه زود ان تبقى جمع. اديني مثال كده، تعال اهو، بص كل دي كلمات اخرها حرف الايه، وكل دي كلمات عشان اجمعها هحط حرف الان. زي مين؟ زي المدرسة، دي شولة دي كلمة مؤنث، دي شولن بقت كلمة جمع. يبقى انا ازاي افرق يا مستر ما بين دي المؤنث ودي الجمع؟ اهي دي شولة يعني مدرسة، انما دي شولن بقت مدارس. دي كلاسة يعني فصل، انما دي كلاسن بقت فصول. دي اورانجا بقت برتقانة، دي اورانجن بقت برتقان. دي توماتة طماطماية، دي توماتن الطماطم كله. دي بان كمثرى، دي بانن كمثرات. دي فاميليا عيلة، دي فاميليين عائلات. يبقى اذا الكلمات المنتهية بحرف الايه معظمها جمعها ان. يبقى كده احنا معانا 7 طرق قلناهم لحد دلوقتي. اول طريقة راجع شرطة، تاني طريقة املاوت، تالت طريقة املاوت وايه، املاوت وايه ار، شيل الاملاوت يبقى ايه وايه ار. تامن طريقة حرف الان. ناقص لنا طريقتين بس ويبقى خلصنا طرق الجمع. مين الطريقتين اللي ناقصين؟ تعال نشوف. ممكن نجمع، احنا قلنا اخر حاجة يا ايه يا ايه ار يا ان، ممكن نجمع بحرف الاي ان. طب نجمع الكلمات بحرف الاي ان ازاي؟ هنجمع من خلال الاي ان زي الكلمة اللي قدامي دي فراو. يعني ايه فراو؟ هقول لك فراو يعني سيدة، دي فراو سيدة. طب اجمعها بالاي ان تبقى فراون السيدات. دي فراو دي فراون، فراو يعني سيدة، فراون يعني سيدات. طيب دير هير، هير السيد او الاستاذ. طب السادة او الاساتذة يبقى بدل دير هير بقى دي هيرن، دي دير هير دي هيرن، يبقى جمعتها من خلال الاي ان. طيب الكلمة اللي اخرها يو ان جي بتتجمع بالاي ان، والكلمة اللي اخرها تسيون بتتجمع بالاي ان. دي باكونج، باكونج يعني عبوة، باكو. مش انت بتقول باكونج او بتقول بالعربي يعني باكو، باكو شاي، او احنا بنقول بدل باكو بنقول ايه؟ باكونج، باكونج. فونونج، فونونج، فونونج يعني شقة. اي كلمة غير يو ان جي جمعها اي ان. يعني لما اجي اقول دي باكونج عبوة، دي باكونجن عبوات، دي باكونجن. طيب دي ليكتسيون، ليكتسيون يعني درس. احنا دلوقتي بنراجع مثلا ليكتسيون 2، ليكتسيون 3، ليكتسيون 4، يونت وحده، ليكتسيون وحده. طب احنا عندنا النهارده 14 وحده في ثالثه ثانوي، يبقى بدل دي ليكتسيون بقى دي ليكتسيونن، دي ليكتسيون دي ليكتسيونن، يعني بدل درس بقى دروس، او بدل وحده بقت وحدات. وهنا الكلمات دي جمعناها باضافه حرف الاي ان. تعالى بقى على الطريقه اللي انا بحبها وبالنسبه لي بتضحكني جدا وهتضحكك انت كمان. الالمانيين دول عالم غريبه جدا. بيعملوا ايه؟ مش احنا عندنا في العربي في حاجه اسمها جمع مذكر وجمع مؤنث، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم غالبا. يعني مثلا معلم ده مفرد مذكر، طيب معلمه دي مفرد مؤنث. طب عايز اخلي المعلمه دي تبقى جمع، هقول ايه؟ اقول معلمات. صديقه صديقات، صح؟ طيب مثلا هقول ايه تاني؟ طبيبه طبيبات. يبقى انا كده حولت الكلمه المؤنثه خليتها جمع. اول اي حاجه خلينا في المفرد الاول اهو، ادي المفرد. اول كلمه كلمه شولر كانت طالب، لما احط للشولر اي ان كده بقى شولرن طالبه. يبقى اذا الته المربوطه بتاعت العربي هي اي ان بالالماني. يعني لما اجي اقول فرويند لحد حرف الدي هنا وقف يعني صديق. طب لما اقول فرويندن بقت صديقه يعني كده مؤنثه. لما اجي اقول ليرر يعني مدرس، لما اقول ليررن بقت مدرسه. طب انا عايز احول الكلمات المؤنثه لجمع مؤنث. قال لك عشان نجمع جمع المؤنث لازم الكلمه اصلا الاول تبقى مؤنث، وعشان تبقى مؤنث اخرها اي ان، اخرها اي ان. يبقى اذا الكلمات المؤنثه في اللغه الالمانيه تضاف لها اي ان. طب عشان اجمع المؤنث قال لك عشان هي مؤنثه ما دام اخرها اي ان حطها في النن، مؤنث اخرها اي ان حطها
في النن. يعني ايه احطها في النن؟ يعني احطها في عينيك يا باشا. وريني ازاي كده. تعالى. دي شولرن طالبة. دي شولرنن طالبات. دي فرويندن صديقة. دي فرويندنن صديقات. دي ليررن معلمة. دي ليررنن معلمات. طيب يبقى كده اذا الكلمات الاخيره اي ان ممكن اجمعها بايه؟ بالنن، وبدل ما كانت مؤنثه بقت جمع مؤنث. طب مثال كمان عشان بحب الحته دي. مثلا زميله اسمها كوليجن. كوليجن دي كده زميله واحده. ich habe eine Kollegin. عندي زميله. طب عندي زميلات ومقطعها اقول ich habe zwei Kolleginnen. يبقى حولت الكوليجن الزميله كوليجنن زميلات، وهكذا. طيب اخر جمع باضافه الاس. ايه ده؟ ايه الاس ده؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ بيجمعوا بالاس زي الانجليزي شويه يعني. طب تعال نشوف. عندك مثلا عربيه اسمها داس اوتو. طب العربيات دي اوتس. داس اوتو دي اوتس. داس كينو دي كينوس. داس كينو دي كينوس. كينو اللي هي السينما، كينوس سينمات. دي ايميل دي ايميلز. داس هوبي دي هوبز. داس فوتو الصورة. هتقول لي ايه؟ هقول لك دي فوتوس صور. يبقى ممكن اجمع بالاس عادي، ممكن اجمع بالاس. طيب انا دلوقتي الجمع ده بختاره امتى؟ دايما عشان اجمع لازم الكلمة الجمع تبقى سابقها عدد. يعني ما ينفعش اقول عندي 3 صاحب، بس ينفع اقول عندي 3 اصحاب. ما ينفعش اقول انا باكل كتير تفاحة، بس ينفع اقول باكل كتير تفاحات. يبقى اذا عشان اختار كلمة جمع في شروط ان الاداة اولا تبقى موجودة بتاعت الجمع. يعني عشان نختار الجمع من الكلمات اول حاجة لازم يكون عندي الاداة بتاعت الجمع اللي هي الاداة دي للجمع. تاني حاجة ممكن يبقى عندي عدد عشان اختار جمع. ممكن يبقى عندي كلمة فيلة. فيلة يعني كتير. ممكن يبقى عندي كلمة كيلو. اي كلمة على فكرة بعد الكيلو بتبقى جمع. طيب تعالى بقى نسمي الله كده ونحل شوية على الأداة وأشكال الجمع مع بعض. سمي الله. ركز معايا. يلا يا شباب هنبدأ كده نمسح سبورتنا. نبدأ كده بسم الله نحل مع بعض على الجزئية دي. أول مثال بيقول لي إيه؟ بيقول لي der نقط schmeckt gut. ما دام عايز der يبقى عايز منك كلمة مفرد ويكون مذكر. طب فين الكلمة المفرد والمذكر؟ ده هيرجع لحفظك بالأداة، اتفقنا. طيب مين الكلمة المذكر والمفرد هنا وأداتها der؟ هي الوحيدة der أبفل التفاح. رقم 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي بيتزا شمكت مير زير ليكا. شمكت مير زير ليكا يعني مذاقها لذيذ جدا بالنسبه ليا. مين بقى البيتزا؟ البيتزا. طب البيتزا دي مفردها ايه؟ هقول لك اداتها في المفرد مؤنث وهي الاداه دي. دي بيتزا يعني بيتزايه. وخلي بالك الجمع بتاعها شاذ. يعني ايه الجمع بتاعها شاذ؟ يعني ممكن بدل ما اقول دي بيتزا او دي بيتسن. يعني بدل المفرد بيتزا جمع بيتسن. طيب تعالى على مثال 3 وده بالنسبه لي مثال مهم جدا ركز فيه. هام اهو. طيب مهم ليه؟ هقول لك ليه. اقرا اول كلمه كده بيقول ايه؟ هتقول لي دي. طيب الدي دي تنفع حاجتين؟ اقول لك ده الدي دي تنفع للمؤنث وتنفع للجمع. طب ما تيجي نقرا الاختيارات كده. ميتشن ولا موتر ولا طنطا ولا ليررن. انا دلوقتي واخد بالي ان موتر كلمه مؤنث تنفع، وطنطا العامه مؤنث تنفع، وليررن المدرسه مؤنث تنفع. يبقى انا معايا 3 كلمات اداتهم دي اهو. طيب النوع الثاني او اول كلمه اللي احنا مش سيبناها دي ميتشن يعني فتاه. الفتاه المفرد اداته داس بس الجمع اداته دي. ان احنا قلنا في اول المحاضره ان اي كلمه اخرها تشن مفردها شبه جمعها. داس ميتشن فتاه دي ميتشن فتات. يبقى اذا انا معايا كلمه جمع و3 كلمات مؤنث. طب انا هر هعرف منين اذا كان هو عايز المؤنث ولا عايز الجمع؟ هقول لك ارجع للحصه اللي فاتت وافتكر. الحصه اللي فاتت خدنا حاجه اسمها تصريفات الافعال، والاسم المفرد في الجمع كان بياخد تي. يعني الفعل اللي قدامي ده اسمه شبيلن يلعب. لو هو مفرد هيبقى اسمه شبيلت، ولو هو جمع اسمه شبيلن. يبقى اذا الكلمه اللي قدامي مش جمع. اذا الكلمه اللي قدامي دي كلمه ايه؟ مفرد ولا جمع؟ ركز. شبيلت مفرد انما شبيلن جمع. طب معنى ان الكلمه اللي قدامي جمع يبقى المدرسه ما ينفعش اقول المدرسه هتلعب، لان انا عايز اقول يلعبوا. مش هينفع اقول العمه، مش هينفع اقول الام، بس ينفع اقول دي ميتشن الفتيات بيلعبوا تنس. فهمت ليه السؤال ده مهم؟ ارجع تاني واقول لك ملخص اللي انا قلته ده. قدامي اداه دي يبقى قدامي احتمالين، يا مؤنث يا ايه؟
يا جمع. طب اخد مؤنث ولا اخد جمع؟ ولا اربعه معايا المؤنث ومعايا الجمع. ارجع للفيرب، لو الفيرب واخد تي يبقى مفرد مؤنث واخد اي واحده من الثلاثه. طب لو الفيرب واخد اي ان يبقى كده جمع وهاخد كلمه ميتشن فتيات. مثال رقم 4 يقول لي فاراد. الفاراد اللي هي العجله، ممكن اسميها موتوراد اللي هو الموتوسيكل. يبقى اذا راد هي ايه؟ العجله او الدراجه. مالها الفراد؟ است نوي، نوي يعني جديده. حافظ اداتها؟ هتحل. مش حافظ اداتها مش تحل. يبقى احفظ كلمات بالاداء، ابوس ايديك. الفراد العجله، اداتها داس فاراد بالظبط. تعال على رقم 5 وفي تكه حلوه فيها عايزين نركز فيها. شايف الكلمه دي؟ زند. الاسبوع اللي فات خدنا فعل يكون وقلنا ان يكون است للمفرد وزند للايه؟ للجمع. فمعنى ان يقول لي زند يبقى هو عايز هنا يهر كلمه ايه؟ جمع. يبقى اول حاجه هدور على الاداه دي للجمع، دي اول حاجه. يبقى اخر واحده دي ملهاش لازمه عشان عايز جمع. طيب قدامي دي بنانا ودي هنشن ودي زوبا. مالها بقى؟ زند نيشت فريش. نيشت فريش يعني مش طازه. يبقى انا عايز اقول في حاجه مش طازه. ايه هي اللي مش طازه؟ الله اعلم. المفروض ان هي لازم تبقى جمع. طيب تعال نجرب كده. دي زوبا اللي هو صحن الشوربه، الجمع بتاعه قلنا اي كلمه اخرها اي معاها ان يبقى زوبن. يبقى معنى كده ان دي كلمه مفرد مش كلمه جمع وما تخدعش. طيب دي بنانا يعني موزه، قلنا اي كلمه اخرها اي معاها ان يبقى بنان موز. يبقى دي كده كلمه مفرد. يبقى الوحيده اللي جمع مين؟ هينشن. يعني ايه هينشن؟ هقول لك يا باشا ان داس هينشن يعني الفرخه. طب امال الفراخ؟ دي هينشن. طب الكلمه ما اتغيرتش؟ ما اتغيرتش. ليه؟ لان اي كلمه اخرها تشن مفردها هو جمعه. طيب تعال على رقم 6 بيقول لي فوتوس فندشون. الصور انا شايفها جميله. طب فوتوس خلاص هي كانت فوتو صوره بقت فوتو صور، يبقى اذا الكلمه جمع والجمع اداته دي. رقم 7 رايزا فار زير انتريسانت زيجي فيلت مير. ادي مفتاح الحل اللي انا عملت عليه سيركل ده. ايه اللي انا اقصده بزي؟ الاسبوع اللي فات كنت بقول لك او المحاضره اللي فاتت كنت بقول لك الكلمه اللي اداتها دير بعوض عنها باير، والكلمه اللي اداتها داس بعوض عنها باس، والكلمه اللي اداتها دي بعوض عنها بزي. رايزه يعني رحله. طب افترض لا قدر الله ان انا ما اعرفش ان رايزه يعني رحله، ما اعرفش اداتها كمان. تعال شوف الناحيه الثانيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك زي. ما دام قال لي زي يبقى اداتها دي رايزه فا sehr interessant. الرحلة كانت شيقة جدا. رقم 8 بيقول لي wo ist Schrank. شرانك يعني دولاب. طب تعالى نفترض ان انا ما اعرفش ان شرانك يعني دولاب، بس بص قال لي ايه هنا؟ ist modern. هو يكون حديث. طب ما دام قال لي هو يكون حديث، ما دام قال يبقى السؤال كان كلمة اداتها der شرانك يعني الدولاب. وانا اقصد هنا بالسؤال اقول wie ist der Schrank. كيف يكون الدولاب؟ قلت لي ist modern هو حديث. رقم 9 بتقول wie finden Sie Wohnung. قلنا اي كلمه اخرها يو ان جي مؤنثه. بص كمان انت قلت لي ايه هنا؟ sie ist toll هي رائعه. ايه رايك في الشقه؟ هي رائعه. ما دام قال لي زي يبقى الكلمه اداتها دي. رقم 10 زوفا. الكنبه ist schön جميله. مالها الكنبه؟ يا es ist gut. لسه قايلين اللي اداته داس بنعوض عنه باس. يبقى معنى ان قال اس يبقى كلمه زوفا اداتها داس زوفا. رقم 11 بيقول لي wo ist denn Küche. كوشه يعني مطبخ. فين المطبخ اذا؟ طب الكوشه معظم الكلمات يا شباب اللي اخرها ايه زي ما قلنا جمعها ان ومفردها اداته دي. يعني لو خدت بالك ارجع كده للفيديو شويه هتلاقي دي توماتا، دي فاميليا، دي بيرنا، دي كوشه، دي فاميليا. كل اللي اخره ايه ده؟ كان معظمه اداته دي. تمام؟ طيب رقم 12 بيقول لي wo wohnt Oma von Jürgen. اين تعيش أما؟ أما يعني جده. أين تعيش جدة يورجن؟ قال له إن كولن في مدينة كولن. طيب خلينا مع بعض نقول حاجة. الفرد العاقل لو عاقل شرط عاقل مذكر دير، مؤنث دي. يعني لو قلت لك أوبا الجد هتقولي دير. طب أوما الجدة دي. فاطر الأب دير. موتا الأم دي. زون الابن دير. تختر الابنة دي.
يبقى العاقل المعلم، معلمة، طبيب، طبيبة، أي عاقل مذكر دير، أي عاقل مؤنث دي. بس ما عدا كلمة كيند طفل كان أداته دس، ما عدا البيبي أداته دس، ما عدا الميتشن الفتاة أداتها دس، إنما الباقي عاقل دير مذكر، عاقل دي مؤنث. طيب هنا بيقول لي أين تسكن جدة، الجدة دي مؤنثة هتبقى الأداة دي. بيقول لنا ايه في رقم 13؟ بيقول لي هير ايست دي نقط، يبقى انا هنا ما دام قال لي ايست يبقى عايز كلمه مفرد، ما دام قال لي دي يبقى مفرد مؤنث. طيب خلينا نمشي خطوه خطوه. بعض يعني حمام، الحمام اداته دس. سيمر يعني حجره، والحجره اداتها دس. كوشي يعني مطبخ، والمطبخ اداته دي. بيت يعني سرير، والسرير اداته دس. يبقى انا عايز كلمه اداتها دي، يبقى هي دي كوشي اللي احنا لسه حلينها. ويبقى الحل بيقول ايه؟ هير ايست دي كوشي، هنا يكون المطبخ. رقم 14 من غير ما اقرا المثال اهو الحل. طب انا عملت ده ازاي؟ شغلت دماغي بالسرعه دي وحليتها ازاي من غير ما اقراها؟ اقول لك ازاي. فو ها زيند، اين يكون. بص خدت بالك قلت ايه؟ ما قلتش اين يكون، قلت اين يكون، يبقى اذا الكلمه جمع. طب شولر يعني طالب او طلاب، لو انا طالب متسرع وما باخدش بالي هروح اقول اين يكون الطالب دير، اقول لك غلط. ليه يا مستر غلط؟ مش اسمه دير شولر طالب ومذكر وعاقل؟ هقول لك يا عم، بس انت متسرع. متسرع ليه؟ لان انا لو عايز اقول لك اين يكون الطالب، الطالب هو، هقول فو ايست، مش هقول فو زيند، عشان ايست مفرد وزند جمع. طب ما دام زند جمع يبقى دير غلط ودي هي الصح. يا رب تكون وصلت. رقم 15 فو ايست اهي جت اهي شولر. ايه الفرق بين شولر اللي فوق وشولر اللي تحت؟ مفيش اي فرق، بس الفرق في الفيرب، ان الفيرب هنا جمع زيند والفيرب هنا مفرد ايست. يبقى هنا ده اين يكون الطالب دير، وفوق اين يكون الطلاب دي. يبقى ايه الفرق بين طالب وطلاب؟ مفيش فرق في الشكل غير الاداة. دير شولر دي شولر، دير ليرر دي ليرر، مدرس مدرسين، طالب طلاب. اي كلمه غير اي ار مفردها شبه ايه؟ جمعها. طيب انا هشم على ظهر ايدي عشان اعرف هي مفرد ولا جمع؟ اكيد لا، بس هتعرف من الفيرب اللي قدامك هو بيدل انه كان مفرد ولا كان جمع من خلال المحاضره اللي فاتت، ارجع لها تاني. 16 بيقول لي منى und آية sind zwei. طيب حط بقى معايا قاعده كده جديده. التفاي ده ايه يا معلم؟ هقول لي التفاي ده عدد. طيب اي كلمه بعد العدد لازم تبقى كلمه جمع. طب آية ومنى دول اتنين ايه؟ فرويند. طيب الكلمه دي جمع ايه؟ شيل الاي كده بقت فرويند صديق مذكر، فرويند اصدقاء مذكره. طب هل منى وآية اصدقاء مذكرين؟ هتقول لي لا. طيب تعال على الكلمه دي، بدل فرويند صديق بقى فرويندن صديقه، وبدل ما كانت صديقه بقت فرويندن صديقات، يبقى هي دي الصح اهي. طب كمل. اتنين فراو، فراو يعني ست، انا عايز اقول اتنين ستات هيبقوا تسفاي فراون، فراون هل ده موجود؟ يبقى فراو غلط. طيب شولرين يعني طالبه، طب عشان اخليها اتنين طالبات هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها شولرينن، عشان فاكر قلت لك اللي اخره اينن نحطه في النن. طب الشولرين الطالبه، شولرينن طالبات، يبقى انا مش عايز اقول ان هما اتنين طالبه، بس الوحيد اللي ينفع ان هما اتنين صديقات تسفاي فرويندنن. يبقى كده خلينا بقى متفقين على اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. احنا اتكلمنا عن نوع الاسم، الاسم نوعين، يا مفرد يا ايه؟ يا جمع. المفرد دير داس دي، اي كلمه جمع اداتها دي. اتكلمنا عن 10 طرق للجمع عشان نجمع الكلمه، او نحولها من دير داس دي نخليها دي للجمع. ممكن اجمعها بالشرطه، الشرطه يعني مفردها شبه جمعها. اجمعها بالاملاوت، اجمعها بالاملاوت والايه، املاوت اي ار، شلت الاملاوت يبقى ايه؟ اي ار. طيب ممكن نجمع بايه تاني؟ ممكن نجمع بحرف الان لو كلمه اخرها ايه، ممكن نجمع بالنن لو كلمه اخرها اي ان، ممكن نجمع بالاي ان اللي هي الاي ان يعني، وممكن نجمع بالاس. كل دي طرق للجمع بتيجي مع الممارسه وبتبقى مكتوبه جنب الكلمه وانت بتحفظها من الكتاب. طيب تعالى نسمي الله كده ونخش على جزئيه تانية من حصتنا النهارده، وهي الارتكل. في كم مثال اهو، خلينا نبدأ كده بسم الله في بقية الارتكل، وهي ارتكل الأون بشتمت ارتكل. يبقى احنا كده معانا نوعين، النوع الأولاني اسمه بشتمت ارتكل، والنوع الثاني اسمه أون بشتمت ارتكل. ايه الفرق ما بينهم؟ بشتمت ارتكل يعني أداة المعرفة، أون بشتمت ارتكل يعني أداة النكرة. طيب يعني ايه أداة النكرة؟ تعالى نشوف سوا. بسم الله. احنا دلوقتي اتكلمنا عن أداة المعرفة هنا اهو.
طيب أداة النكرة دي هي مين يا هير وبنعمل بيها إيه؟ إحنا اتفقنا من شوية قلنا إن أنا عشان أعرف الاسم بستخدم كلمة مين؟ ذا، اللي هي الألف والإيه؟ واللام. طيب عشان أشيل الألف واللام يبقى معناه كده إن الاسم نكرة لا يسبق بألف ولام. طيب عشان اسم نكرة بالإنجلش بنقول أو آن، صح؟ مش أنت بالإنجلش تيجي تقول إيه؟ ذا بوك. يعني إيه ذا بوك؟ هقول لك ذا بوك يعني الكتاب، دي سهلة جدا. طب لما أشيل ذا ممكن أقول إيه؟ أحمد is reading a book. أحمد بيقرأ كتاب، صح كده؟ أقول لك صح. طيب البرتقالة يا مستر كان اسمها إيه؟ هتقول لي اسمها ذا أورنج، البرتقالة. طب لو أحمد بياكل برتقانية هتقول لي إيه؟ هتقول لي آن أورنج، صح كده؟ صح كده. يبقى إيه الفرق بين ذا وآن؟ ذا أداة للتعريف ألف ولام، الكتاب، المعلم، البرتقالة ألف ولام معرفة. طب أما أقول كتاب برتقالة يبقى كده أداة إيه؟ نكرة. طيب إحنا بقى إيه علاقة كل ده بالموضوع بتاعنا؟ هقول لك إن أي اسم إحنا اتفقنا عشان نعمله اسم معرف بنحط الأداة مين؟ قلت لي بنحط الأداة دير للمذكر، ودص للمحايد، ودي للإيه؟ للمؤنث. ولو الكلمة مش مفرد كده الكلمة بقت إيه؟ جمع، وإن كل الجمع أداته دي. طيب دول كده اسمهم أداة معرفة. أنا عايز أحول الأداة دي من معرفة أخليها أداة للإيه؟ للنكرة. طب عشان الأداة تبقى أداة نكرة عندنا أداتين للنكرة زي الإنجليش كده أو أن، بنقول حاجة من اتنين، يا إما أين يا إما أين. أين أو أين. يبقى أداة النكرة اسمهم إيه؟ تقول لي اسمهم أين وإيه؟ وأين. والأدوات دي ما بتسبقش غير الاسم اللي نوعه مفرد. يعني لو الكلمة بقت جمع ما ينفعش أقول ولا أين ولا أين؟ أكيد طبعا. ينفع تقول مثلا أنا عندي 1 أطفال؟ لا، ممكن أقول عندي 3 أطفال. يبقى كلمات الجمع ممكن تسبق بعدد. ينفع أقول مثلا أنا باكل 1 برتقانات؟ هتقول لي لا، ممكن أقول أنا باكل الكثير من البرتقال اللي هي فيلة. يبقى إذا الجمع يسبق بعدد أو فيلة ولا ليس له تنكير. يعني ليس له تنكير يعني ما بيجيش قبليه ولا أين ولا أين. طب إمتى أقول أين وإمتى أقول أين؟ هقول لك إن الدير والضص بدون إيه. الدير والضص بدون إيه يعني أين بس. طب الدي زود إيه هتبقى بدل أين تبقى أين. يبقى أين دير ودص، أين في حالة الدي. طيب امتى هير بستخدم أداة المعرفة وامتى بستخدم أداة النكرة؟ هقول لك بتستخدم أداة المعرفة لما نكون أنا وأنت بنتكلم عن شيء معروف بالنسبة لنا. يعني مثلا على سبيل المثال انت بتتفرج على الفيديو بتاعي، دخل واحد صاحبك فانت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ دير ليغا المعلم ده هايست اسمه هير احمد. المدرس اسمه هير احمد. المدرس يدعى هير احمد. كده في الف ولام في الجمله. طيب ممكن مثلا انت بتوصف لصاحبك ان ده استاذ احمد ده مدرس، فبتقول له ايه؟ بتقول له هير احمد. هير احمد ist يكون ein Deutschlehrer. يعني ايه ein Deutschlehrer؟ يعني معلم ايه يا رجاله؟ معلم الماني. حطيت ايه هنا؟ حطيت ein قبل كلمه مين؟ قبل كلمه ليغا. طب المدرس ده كان في الاصل اداته؟ هتقول لي كان في الاصل اداته دير. طب ليه قلنا ein؟ عشان بقى اسم نكره. احمد مدرس، وعلي مدرس، ومحمد مدرس، وخالد مدرس، كل دول ايه؟ نكره، اسم نكره. لكن لما حدد يبقى الف وايه؟ ولام. طيب اديني فكره كمان، مثال كمان عشان اتاكد. خلينا في الضص. ازاي؟ لو جيت مثلا قاعد بتقرا كتاب، فاخوك جه قال لك انت بتعمل ايه؟ بتقرا كتاب؟ ايه الثقافه دي؟ فقلت له بص يا اخويا، das Buch الكتاب ده ist schön جميل. الكتاب ده جميل. فاخوك عشان يتريق عليك قام راح لمامتك قال لها ايه؟ الحقيقه يا ماما ده ماين برودر، ده الواد اخويا العبيط التافه، ليست بيقرا، ايم بوخ بيقرا كتاب. بيقرا كتاب. مش هقول لها الكتاب لان ما تعرفش انهي كتاب اللي احنا بنتكلم عليه. هقول لها بيقرا كتاب. يبقى الاسم معرف. قلت das Buch الكتاب ist schön. انا وانت بنتكلم على حاجه قدامنا معروفه بالنسبه لي وبالنسبه لك. das Buch ist schön الكتاب جميل. احمد liest ein Buch احمد بيقرا كتاب. ein gutes Buch كتاب جميل. ein schönes Buch وهكذا. فهمتوا اللي انا اقصده ايه؟ طيب تعال على كلمه مؤنثه وليكن كلمه اداتها دي. وليكن مثلا تعال نقول ايه؟ انت ماشي، انت
بلاش يا عم. تعال نقول مثلا ان دي شولة، المدرسة مثلا هايست، اسمها مثلا ام الابطال. مثلا جيت تقدم في ثانويه عامه، فحد انت دخلت ايه مدرستك اسمها ايه، فانت بتقول لها المدرسه اسمها ام الابطال، فقلت ايه، قلت دي شوله هايست ام الابطال. فجي واحد بينقل الكلام ده بيقوله عن حد، بيشاور عن مدرسه، فبيقول ان ايه، بيقول ان ام الابطال مالها ايست، تكون شوله مدرسه. تكون، مش هقول تكون المدرسه، قلت تكون ايه، مدرسه واحده. طب المدرسه اداتها دي، فدي تاخد ايه، ها، اين. يبقى اذا يا شباب امتى بنقول اين وامتى بنقول اين؟ الدير والداس بنقول اين، الدي المؤنثه بنقول اين. طب لو الكلمه بقت جمع، يعني ايه الكلمه بقت جمع؟ يعني بدل مثلا لما كنت بقول ان ده بيقرا كتاب بوخ، بقى يقرا بيشر كتب. بدل ما كنت بقول ان دي شولة مدرسة، بقيت بقول ان دي شولن مدارس. بدل ما كنت بقول ان مونيكا فراو سيدة، بقت مونيكا وسارة فراون سيدات. اول حاجة كل الكلمات دي جمع، ومعنى ان كل الكلمات دي جمع اول حاجة تحط عدد. يعني ممكن اقول ان انا بقرا في الشهر دراي بيشر 3 كتب. ان مثلا هنا في فيلا شولن مدارس كتيرة، فيلا شولن مدارس كتيرة. ان استاذ مش عارف مين متجوز 3 ستات 4 ستات، اقول فير فراون، فير فراون. يبقى الكلمات الجمع خلاص ثبتها، لا تسبق باين ولا تسبق باين، المفرد بس اين واين. تمام يا شباب؟ تعالى نرجع لملزمتنا تاني. بسم الله. اهو ادي الادوات، مذكر محايد مؤنث، قلنا المذكر دير ومحايد داس، المؤنث دي، يبقى في النكره اين، وفي الايه في الدير والداس اين، وفي الدي بناخد ايه اينا، وفي الجمع بنحط عدد. طيب هنا بيقول لي امثله، احنا قلنا الامثله تمام. وفي كمان جزء خاص بالنفي، النفي كده كده هنتكلم عليه بالتفصيل المره الجايه، بس مفيش مشكله ان احنا نقوله بالمره. تعال نقول النهارده، وكده كده هنتكلم عليه بالتفصيل الاسبوع الجاي. هنا كنت بقول في النكره اين، في النفي كاين. يعني ايه في النكره اين والنفي كاين؟ مش انا من شويه كنت بقول مثلا ان احمد ايست اين ليرر، احمد ده مدرس، احمد يكون مدرس. طب عايز اقول احمد مش مدرس، اقول احمد ايست كاين ليرر، احمد ايست كاين ليرر. يبقى بدل ما كانت اين ليرر حطيت لها حرف الكي، بقت كاين ليرر. بدل ما كان مدرس بقى مش مدرس. ده اسم نكره، ده اسم نفي نكره. طيب كنت بقول من شويه اخويا بيقرا كتاب، ماين برودر ليست اين بوخ، اخويا بيقرا كتاب. طيب لو انا عايز انفي ان اخويا بيقرا كتاب، واقول اخويا مش بيقرا كتاب، يبقى بدل اين بوخ هتبقى كاين بوخ، اين بوخ، ها، كاين بوخ. اخويا بيقرا كتاب، اخويا مش بيقرا كتاب. هذه تكون اين شوله، اين شوله يعني مدرسه، كاين شوله مش مدرسه. دول دراي كيندر 3 اطفال، ich habe keine كيندر، ما عنديش اطفال. يبقى في حاله النفي بدل ما كنت بقول اين واين، بقيت بقول كاين وكاينه، حتى الجمع بياخد كاينه. وكده كده الامثله اللي جايه معظمها على الاثبات مش النفي، والنفي ده هنتكلم عليه بالتفصيل الاسبوع الجاي. اول مثال بيقول لي ايه، ويلا ركز جدا جدا جدا، وهتلاقي برضو هنا الحل معتمد على معرفتك للاداه. وريني ازاي. اول مثال بيقول ايه، ان دير رمسيس شتراسه، في شارع رمسيس، است يكون، يكون ايه، يكون سوبر ماركت، في سوبر ماركت في شارع رمسيس. طيب السوبر ماركت ده بالالماني هتقول لي اداته، هقول لك اداته دير. طب ما دام السوبر ماركت بالالماني اداته دير، يبقى كده خلاص، ما دام الدير قلنا الدير والدص بتاخد اين، يبقى الحل اول مثال هيبقى ايه، هيبقى in der Ramsesstraße ist ein Supermarkt. ein سوبر ماركت واحد. نمرة 2، رقم 2، بلاش الاسود مش واضح، خلينا في الاحمر. رقم 2، sind das Bücher. طب ما تخليك ناصح بقى، ها احنا قلنا زند بتدل على ان الكلمه مالها جمع، يبقى بيشر دي كلمه ايه، جمع. هل الجمع بياخد اين واين؟ تقول لي لا، الجمع بياخد عدد. طب ما دام الجمع بياخد عدد، يبقى ولا اين تنفع، ولا اين تنفع، ولا اين تنفع، والحل اهو حل نفسه بنفسه. اقرا كده الجمله بتقول ايه، زند داس دراي بيشر، هم دول 3 كتب. قلت لي ناين، ناين يعني ايه ناين؟ يعني لا، das sind keine Bücher، دي مش كتب. sind das drei Bücher، دول 3 كتب. nein das sind keine Bücher، دول مش كتب. مره مثبت ومره منفي.
مثال رقم 3 بيقول لي بيشر يوجورت كوستت. طيب صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. تاني، بيشر يعني كوبايه، يوجورت يعني زبادي. من شويه قلت لك ان معظم الكلمات اللي اخرها اي ار اداتها، تقول لي اداتها دير ومفردها شبه جمعها. طيب كوستت يتكلف، خدناها الاسبوع اللي فات، يعني كلمه ايه؟ مفرد. يبقى عايز اقول كوبايه زبادي تتكلف 3 جنيه. طب الكوبايه دير، يبقى لما انزل الدير في النكره هيبقى اسمها اين. اين بيشر يوجورت، كوب من الزبادي. رقم 4 ich habe großen Durst. großen Durst انا عطشان جدا. طب ما دام قلت ich habe großen Durst انا عطشان، ich möchte انا اريد، خدناه الاسبوع اللي فات، Flasche Wasser زجاجة مية. تعال ارجع بقى امسك لي كلمة زجاجة دي على جنب كده، اسمها بالالماني ايه؟ هتقول لي اسمها بالالماني دي، دي فلاش. يبقى الزجاجة اسمها يا شباب دي فلاش. طب ما دام دي يبقى كلمة مؤنثة، تاخد اين ولا اينه؟ هنقول ايه؟ هنقول اينه فلاش. يبقى انا لو عايز ازازة مية قلت ايه؟ قلت ich möchte eine Flasche Wasser. ich möchte eine Flasche Wasser. مثال رقم 5 bitte من فضلك ist hier كينو. قال له يا دورت، دورت يعني هناك، كينو يعني سينما. من فضلك هل دي سينما؟ قلت لي هناك. طيب هل دي سينما؟ السينما اسمها ايه بالالماني؟ هقول لك السينما اسمها داس كينو. طب عشان اقول هي دي سينما داس كينو تنزل اين كينو. رقم 6 هاست دو بوخ، هل معاك كتاب؟ قال له ناين لا، يبقى عايز يقول له لا ما معيش ايه؟ كتاب. طب قبل ما تقول هل معاك كتاب وتقول لا ما معيش كتاب، الاساس اداة المعرفة. بصوا يا جماعة بالبلدي كده، افترض نفسك ساكن في الدور الثالث، ينفع تطلع الدور الثالث من غير ما تعدي على الدور الاول والدور الثاني؟ هتقولي لا. خلاص، يبقى اذا عشان تحدد النكره او النفي لازم تبقى عارف المعرفه. يعني ايه لازم ابقى عارف المعرفه؟ يعني لازم ابقى فاهم ان البوخ ده اسمه داس بوخ. فانا لو عايز اقول ان ده كتاب هقول اين بوخ، ولو عايز اقول ان ده مش كتاب هقول كاين بوخ. يبقى كده اساسي كان مين؟ اساسي مش اين وكاين، اساسي ان انا ابقى عارف اصلا ان اسمه داس بوخ. يبقى المثال hast du ein Buch، هل تمتلك كتاب؟ قال له ناين لا، ich habe kein Buch، لا امتلك كتاب. يبقى الحل هيبقى ايه؟ hast du ein Buch؟ nein ich habe kein Buch. هل لديك كتاب؟ nein ich habe kein Buch، ما عنديش كتاب. مثال رقم 7 بيقول لي باكونج تي ليبتون كوستت 30 بفوند. باكو شاي ليبتون يتكلف 30 يورو. طيب يا مستر احل بقى اين ولا اين؟ انا تعبت بقى، احلهم بالحب واخلص. يا عم ركز، احفظ كلمات هترتاح جدا في الالماني. باكونج، باكونج في معلومه بتقول لك ان اي كلمه اخرها يو ان جي اداتها دي، وبما ان الكلمه اخرها دي هتبقى بدل اين تبقى اين. اين باكونج تي، باكو من الشاي ليبتون كوستت كذا. تمام. مثال رقم 8 das ist keine كيفي، ده مش كيفي. بص قال ايه؟ كاينا. المفروض لو بنفهم هنفهم من كاينا ان كده كلمه كيوي اداتها دي مش كيوي. امال دي ايه؟ das ist اورانجا، دي برتقانه. طب ما البرتقانه برضو اداتها دي، يبقى انا عايز اقول دي مش كيوي دي برتقانه. يبقى das ist keine كيفي das ist eine اورانجا. يبقى حولتها من منفي خليتها مثبت. طيب نبدأ بالجزء الثاني وهو آخر أسئلة عندنا أو آخر كام مثال ونخلص المعرفة والنكرة كلهم. طيب مثال رقم 9 بيقول لي دي فونونج هات درايت سيمر، الشقة فيها درايت سيمر. درايت سيمر يعني 3 غرف. طيب فيها ايه تاني الشقة غير 3 غرف؟ هقول لك ان هي فيها درايت سيمر وباد. ايه الباد ده؟ اقول لك باد يعني حمام. طب الحمام ده اداته ايه بالالماني؟ اقول لك الحمام اداته داس. ما دام اداته داس، انت قلت الدير والداس اين، يبقى هقول ايه؟ واين باد. دي فونونج الشقه فيها 3 غرف واين باد. يعني اين باد يعني فيها كمان حمام. بريند براوخت فورتر بوخ، بوخ يعني كتاب وفورتر يعني كلمات، يبقى فورتر بوخ كتاب الكلمات اللي هو القاموس. قاموس بالالماني اسمه فورتر بوخ. وكده كده البوخ هو المقطع اللي انا شغال عليه كتاب. كتاب بالالماني لسه قايلين اداته داس. يبقى برنت براوخت، برند محتاج كتاب او محتاج قاموس، الداس هتبقى اين. رقم 11
Ich möchte Banane ولا بنانن؟ هتقولي بنانن، يبقى معنى كده ان الكلمه مش موزه، الكلمه كده موز، يعني كلمه جمع. طب ما دام جمع يا مستر يبقى انا مش عايز اين ولا اينه، انا محتاج عدد او كثير. يبقى الجمله بتقول ich möchte viele Bananen، انا عايز موزات كتيره. طب لو عايز موزه واحده اقول ich möchte eine Banane، لان الكلمه مؤنثه. طب لما بقى الجمع ما حطيتش ولا اين ولا اينه. رقم 12 ليلى كاوفت بيشر يوجورت كوستت كذا. ليلى اشترت علبة زبادي تكلفت كذا. طيب علبة الزبادي أداتها دير، بس خلي بالك هنا ان علبة الزبادي مش مفرد، لان هي لو دير هتاخد اين، والاين عشان مفعول بها تبقى اينن، ودي قصة هندخل فيها قدام. هل في اينن قدامك؟ هقول لك لا. يبقى معنى كده ان البيشر ده مش كوباية، البيشر ده كوبايات واداتهم دي الجمع. طب ما دام اداتهم دي هعوض عنهم انا بمين؟ زي. يبقى انا عايز الحل الثاني يبقى زي، وعايز الحل الاولاني يبقى دي الجمع. طب ما حطيتش دي الجمع ليه؟ لانها اشترك كتير من الكوبايات، وقلنا الجمع بياخد عدد او كثير. يبقى ليلى كوفت فيلا وزي كوستت، او المفروض زي كوستن. هو المثال ده فيه غلطه يا شباب. طب كنسل المثال ده دلوقتي لحد ما نتكلم على المفعول به، مش قصتنا دلوقتي. هات لي رقم 13. المفروض عشان المثال ده يبقى صح يبقى بدل كوستت هنا يبقى كوستن، ويبقى المثال ده كله صح كده. يا اما بدل فيل دي يبقى هنا في اينن عشان يبقى في حاله مفعول به، وده هنتكلم عليه قدام. رقم 13 سيبه دلوقتي. 12 ده انساه. ist das ein Apfel؟ هي دي ein Apfel تفاحيه؟ قال له nein das ist نقط Apfel، لا دي مش تفاحيه. يبقى مره بثبت مره بنفي بكلمه مين؟ بنفي بلا. طب هي دي ein Apfel؟ هتقول لي لا دي kein Apfel مش تفاحيه. رقم 14 بيقول لي was kaufst du؟ هتشتري ايه؟ was kaufst du؟ كوفن يعني يشتري، ماذا تشتري؟ فلاش زجاجة مياه. طب الفلاش لسه قايلين اداتها دي، اداتها دي هزود ايه يعني بدل اين تبقى eine Flasche. Das ist Brötchen، بروتشن يعني كايزر عيش، والبروتشن الكايزر قلنا اداته das، وايست بتاكد لي عشان كلمه مفرد. طب ما دام اداته das الدير والدس بياخدوا اين، في اين؟ هتقول لي لا، بس في مين؟ في النفي بتاع الاين كاين. يبقى انا بدل ما كنت عايز اقول das ist ein Brötchen das ist kein Brötchen. يعني ايه الفرق؟ بدل ما كنت تقول ده عيش قلت لا ده مش عيش. بيتر ماخت او سبيلدونج als Verkäufer، او سبيلدونج دي من كلمات تانية ثانوي مهمة جدا. او سبيلدونج يعني تأهيل وظيفي او تدريب مهني. الاو سبيلدونج من شوية قلت لك ان اي كلمة اخرها يو ان جي اداتها دي. طب انا عايز اقول ايه من المثال؟ عايز اقول ان بيتر عمل تدريب كبائع، يعني عشان يشتغل بياع عمل تدريب لده. طب التدريب قلنا اداته دي، فما دام اداته دي هزود ايه يعني بدل اين يبقى اين. رقم 17 هاست دو جلد؟ معاك فلوس؟ قال له 9 لا انا على الحديده ما معيش فلوس. يبقى بدل ما كانت مثبت بقت ايه؟ منفي. طيب هاست دو جلد معاك اموال، الفلوس اداتها ايه بالالمانيا؟ تقول لي الفلوس اداتها داس جلد، يبقى عشان اقول الاموال او النقود اسمها داس جلد. طيب لا ما معيش فلوس يبقى انا عايز انفي، هيبقى بدل داس هتبقى كاين. Hast du Geld؟ Nein ich hab kein Geld، لا ما معيش فلوس. طيب تعالى بقى انتوا طبعا دلوقتي رجعتوا للدروس تاني وبقى معاكم فلوس، احنا عارفين طبعا مصدرها ايه. رقم 18 ist das Perne؟ Perne يعني كمثرية، هي دي Perne كمثرية؟ قال له nein das ist eine Orange، يا عم دي برتقانة سلامة الشوف. يبقى انا عايز اثبت هي دي كمثرية لا دي برتقانة. طيب انا عشان اثبت يبقى يا اين يا ايه؟ يا اين، ومش محتاج كاين ولا كاينه عشان الجمله مش منفيه. تمام. طب اخد اين ولا اخد اين؟ اعمل حديبه دي؟ لا انسى بقى الطريقه دي. البرن الكمثريه معظم اللي اخره ايه اداته دي، وما دام اداته دي يبقى مش هياخد اين ياخد اين. رقم 19 بيقول لي ايش مشت؟ انا عايز شتاتروند فارت ماخن. يعني ايه شتاتروند فارت؟ شتاتروند فارت يعني جوله حول المدينه. طيب الفارت اللي هي الجوله اداتها دي فارت، اسمها يا شباب دي فارت. طب انا عايز اعمل جوله يبقى دي تاخد اين، ويبقى المثال اسمه ايه؟ شمشت اين شتاتروند فارت ماخن، انا عايز اعمل جوله حول المدينه. طيب تعال على رقم 20. رقم 20 دي قلنا لو خدنا بالنا ان في كلمه مين هنا اهو؟ زيند. زيند بتدل على مفرد؟ اقول لك لا زيند بتدل على جمع، وما دام زيند بتدل على جمع يبقى انا لازم احط كلمه
جمع، الجمع بياخد عدد او فيله، في عدد او فيله هتقول لي لا بس ممكن انفي بمين؟ انفي بكلمتها كاينه. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول das sind keine Tomaten، دول مش طماطم. طب لو هثبت ينفع احط اين او اين؟ لا. ازاي يا مستر ده الجمع؟ ايوه ما الجمع بياخد ايه؟ بياخد عدد او كثير في الاثبات، انما في النفي keine. 21 احمد ist Name für Frauen. ايه بقى الكلام اللهبل ده؟ احمد يكون اسم للستات. ايه ده؟ ده يقصد ان مش احمد، او يقصد يقول ان احمد مش اسم للستات. يعني انا عندي كلمه نامه بالالماني اسمها دير نامه، يبقى انا قدامي حل من اتنين يا شباب. ممكن اقول احمد است اين نامه، احمد يكون اسم. ممكن اقول احمد است كاين نامه، احمد لا يكون اسم. طب انا هثبت ولا هنفي؟ كمل الجمله. فير فراون للستات. طب احمد يكون اسم للستات، يعني انا احمد ده انا ست كده؟ لا، انا كده عايز اقول احمد مش اسم للستات، يبقى بدل ما كانت اين نامه بقت ايه؟ كاين نامه. احمد است كاين نامه فير فراون، احمد است اين نامه فير منر. يعني ايه الجمله اللي انا قلتها لو شاطر؟ احمد مش اسم للستات، احمد اسم للرجاله. طيب تعالى على اللي بعدها. ich habe Frau ich bin ledig. ايه ده بقى؟ انا عندي زوجة، انا اكون اعزب. تنفع ولا عايز انفي؟ عايز انفي، عايز اقول انا ما عنديش زوجة انا اعزب. طب تعالى على كلمة فراو. الفراو سيدة، والسيدة بالالماني اسمها دي فراو. يبقى قدامي حل من اتنين، يثبت باينة ينفي بكاينة. طب ما تيجي نجرب نحط اينة. اقرا مثال كده، بقت ich habe eine Frau ich bin ledig. انا عندي زوجة انا اعزب. ازاي؟ طب انفي كده، بقت ايه؟ بقت ich habe keine Frau، انا ما عنديش زوجة ich bin ledig، انا اعزب. كده انا بدل ما اثبت عملت ايه؟ نفيت. طيب تعالى نكمل الجزء الاخير من ملزمتنا، او اخر سؤالين. اخر سؤال، meine Zimmer hat Bad es hat nur ein Bett. meine Zimmer يعني حجرتي، هات يعني بيها، باد يعني حمام، وقلنا من شويه اداته دص. اس هات نور اين بت، هي فيها بس السرير. يبقى انا عايز اقول ايه؟ شقتي او اوضتي فيها حمام هي فيها بس سرير، ولا عايز اقول اوضتي ما فيهاش حمام فيها بس سرير؟ طب خلينا نمشي مع بعض خطوه خطوه. الاوضه اداتها دص، يبقى انا لو هثبت ان فيها حمام هيبقى اين، لو هنفي ان ما فيهاش حمام هتبقى كاين. خلينا كده ايه بالعقل. طب هقول اين ولا اقول كاين؟ الاتنين قدامي، ادي اين وادي كاين، يعني الاتنين صح، بس على حسب بقيه الجمله. يعني على حسب بقيه الجمله زي الجمله اللي فوقيها بالظبط. غرفتي بها حمام هي بها فقط نور، دي يعني فقط سرير. يبقى انا كده عايز اقول ان هي ما فيهاش حمام، هي فيها بس سرير. يبقى بدل ما كانت اين بقت يا شباب كاين. وبكده نكون احنا النهارده اتكلمنا عن 3 موضوعات. اول موضوع ادوات التعريف دير داس دي، اشكال الجمع، اداه النكره اين واين، واتكلمنا كده بسرعه على كاين وكاين، وهناخدها بالتفصيل الاسبوع الجاي مع ادوات النفي وادوات الاستفهام وحاجات كتير ان شاء الله. يا رب كده تكون الحصه دي فادتكم، وتكون استفدت وفهمت اللي احنا اقصده، وفهمت اهميه دير داس دي، لان بناء عليها بيتحدد اين واين، وبناء عليهم بيتحدد كاين وكاين، وقدام هيتحدد المفعول والمجرور بناء عليهم برضه. فيا ريت نحفظ الكلمات بالانهي. طيب زي ما اتعودنا احنا النهارده عندنا روشته حل المحاضره رقم 2. ايه هي الروشته بتاعتنا؟ تدريبات في الكتاب قواعد صفحه 66 و67، ده الجزء الخاص بالجراماتيك. الجزء الخاص بالكلمات وتدريبات المواقف هيبقى مواقف مجموعه 3. احنا المره اللي فاتت في الواجب اللي فات خدنا مواقف مجموعه 1 و2، النهارده هناخد مجموعه 3، ودي صفحه 30 31 و32. هنحل التعبيرات اللي في الكتاب، تعبيرات صفحة 88. هتكتب وتحفظ الجمل كويس. الجمل دي هتبقى عن ايه؟ هتبقى عن موضوع المطعم وموضوع السوبر ماركت، وبالموضوعين دول يكون احنا كده ختمنا جزء كبير من موضوعات اولى ثانوي بتاعت الاسبوع اللي فات والاسبوع ده. يبقى انت معاك موضوع المطعم والسوبر ماركت بالاداه، تحفظ الكلمات والجمل دي. تمام. اخر حاجه هتحفظ لي كلمات الكتاب صفحه 4 و5، وان شاء الله الكلمات بتاعت الكتاب دي هتلاقيها نازله في ريكورد على الجروب بتاع التليجرام ده ان شاء الله. يبقى احنا كده معانا الجروبات اللي هنتابع عليها اهي. احنا ده جروب التليجرام هينزل لك عليه كلمات كل محاضره بالترتيب. دي المنصه بتاعتنا اللي هينزل عليها محاضرات باذن الله. اليوتيوب هينزل عليه برضو جزء من المحاضرات، وهينزل عليه جزء من الواجبات. تمام. وادي جروب الفيسبوك، وادي الصفحه بتاعتنا ان شاء الله.
أشوفكم على خير الأسبوع الجاي والفيديو الجاي، ويا رب تكونوا استفدت. معاكم أخوكم أحمد ثابت، وطبعًا مدرسكم، بس أنا حابب إن أنا أكون أخوكم أكتر. أشوفكم على خير يا رب كده الأسبوع الجاي، ويكون الحصة دي فادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tschüss.